مش بودكاست ولا بنقلد حد، مش بودكاست ولا واخدينها بجد. قاعدين، انا عارف ان هي ليله مش هتعدي، والله انا عارف ان هم الكلمتين مش هيعدوا. يا دي النيل، والله العظيم اتفضل يا عم. حافظ. فضحنا على فكره. انا حافظ طب كل حاجه. قولها. مش بودكاست ولا طب غششني حته كده. هات حته كده بس. ولا بنقلد حد. أيوه. مش بودكاست ولا واخدينها بجد. قاعدين وبنونس بعض يا جدعان. انا معايا وليد الشعري النهارده. انا ما حدش مش هنخلص يستنى على النهارده. حاجه عشان مش لا هنخلص. والله انت ادي احنا من غير اتفضحنا. حاجه. لا ما شاء احنا الله عليك اتفضحنا. طبعا. والله تعب نفسك انت بقى. والله والله بص، تعب انا نفسك. عامل حسابي على الحلقه دي من زمان، من اول ما قلنا هنعمل. قلت لهم بصوا يا جدعان، احنا هنجيب وليد الشعري واحنا مش عارفين احنا هنقول ايه. هي هتمشي بقى. اقول لك انت تعب نفسك اولا. والله العظيم. ولا والله. حد يعرفني ولا حد يعرفك. ولا حد بيشوفني. الحلقه دي هيتفرج عليها 13 واحد، منهم 5 في بيتي و7 في احنا بيتك تقريبا، او 8 في... والله العظيم. كده خلاص. يعني انا مراتي بتشوفني في الطرق بتشبه عليا. والله ما بهار. ايه ده؟ احنا خلاص اتفضحنا. لا على فكره استنى لو سمحت، عشان احنا عايزين نخش دخل اديني بقى. بسم الله. مش بودكاست. حاسب يا عم نشوفها طيب ولا اي حاجه، ولا بنقلد حاجه. مش بودكاست. 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 يا جماعه انا النهارده معانا وليد الشاعري. وليد الشاعري والشاعري. مين؟ وليد ما تخلصنا بقى. وليد هو احنا نقول الشعري ولا الشاعري؟ والله هي في ليبيا الشاعري. طيب. تمام. خليني بس في البدايه انا اعتز بلهجتي الليبيه، لكن انا انت عايزني اتكلم معاك مصري وانا معاك. ماشي خلاص. يبقى هو ال 13 واحد اللي هيتفرجوا علينا. حاسب يا عم لو سمحت انت كده. طيب على فكره يا جماعه، والله العظيم وليد مش بس ان هو اخو حميد. طبعا اخو حميد دي كانت شرف كوسه. طبعا ليا اكيد. كوسه يعني اقول الراجل لك ده. على حاجه حلوه قوي. انت فتحت موضوع حلو قوي والله. قول. عارف انت لو كتبت عنوان للحلقه دي ولا حاجه، اكتب لقاء مع اخو حميد، والله هتنجح اكتر من لقاء مع وليد. والله. ماشي وشوف جرب. انا عايز اقول لكم حاجه. والله انا زمان وانا صغير كنت ببقى يعني انا من مهاويس حميد طول عمري وبعترف بكده. اكيد. كان من مهاويس بقى مين؟ الاستاذ وليد الشعري اللي كان عنده عربيه زئرده قد كده فطوطه وكاتب عليها من ورا فطوط من جنب والله العظيم. دي كانت مشهوره اشهر جدا والله من الاغاني نفسها اللي هم بيعملوها. بالله العظيم كنت امشي في الشارع الاقي الناس بيشاوروا لي، انا اقعد اقول في ايه؟ ورا ابص ورا انزل الاقي الموتور وقع كده مره واحده. الموتور ورا زستافه هي ولا مين؟ والله زستافه وصغيره. يعني انا اعرف ان الموتور مثلا حاجه تتقطع السير اللي مش لا الاقي الموتور كله وقع في الارض ولا يحصل حاجه. الاستاذ وليد بقى ايه استاذ؟ عايز اقول لك ان هو ايه استاذ يعني مجازا في التعليق يعني اشهر من حميد الشاعري نفسه في الوسط الفني. بس خلاص مفيش الكلام ده خالص. بس هنروح في داهيه. اقفل الحلقه. احنا ماشيين بحس الكبو. والله والله وانا كمان والله ما انكرش. مرور كبو اسمه غني. اخش مش عارف بطاقه كبو، اخش مش عارف. والله يكفيني فخرا يعني ان هو اخويا بامانه والله. ايوه. وكمان عملت ايه؟ عمل بقى عشان هو اخو حميد الشاعري. ايوه. عمل ليسرى حب الناس تحب بقى الحمد لله. كان عمل لعاصي الحلاني مش فاكر بتمنى لك ايه. لا امتلك بقى كان زمان بقى خلاص. وعمل استنى بس اما نقول. وعمل طب ليه لراغب علامه. كان زمان. وعمل لمدحت صالح وعمل لنانسي عجرم وعمل لحميد الشاعري كان زمان. وعمل لمصطفى قمر وصاف. كان زمان بس ده التاريخ. هو ده. ايه انت عايز تستعرض من تاريخك؟ مش لا الحمد لله انا طب ايه بطلت من امال ايه الجديد بقى عندك؟ لا بطلت والله. بطلت من زمان خالص. الحمد لله. هتقول لي اعتزلت؟ ما تقولش اعتزلت، لان اعتزلت دي كلمه يعني تتقال على لازم اقول لك اعتزلت. لا والله انت بتغششني على الهوا. والله اعتزلت يا استاذ. لا والله انا عارفك انك عايز تقول لي كده، لكن كلمه اعتزلت دي تتقال لاستاذ ايمن بهجت قمر، استاذ الدين محمد، اللي هو الدنيا هتتهز الناس. يعني الناس يقول لك ما مين عملت. لا بس انت برضه عملت حاجات حلوه كهوايه والله يا وائل، مش احتراف بامانه. طب يا وليد هوايه ايه؟ احنا هنضحك على الناس. والله كنت بتقبض بالدولار يا وليد. والحمد لله الذي عافاني. كان بيقبض بالدولار والله. لا اله الا الله. وينزل يصرفهم في هيرتج. اقول لك على حاجه. طيب بخصوص الموضوع ده يعني ماشي.
لما كنت بكتب، مش هقول لك بقى كنت شاعر والدنيا دي، لا كنت بكتب، كنت باخد بالدولار زي ما انت قلت، لان انا عامل بدون ذكر اسماء مطربين عرب يعني، ما انا ذكرته. بيقبضوا بالدولار. اقسم بالله ما عملت اي حاجه بيهم اه الفلوس والله، ولا حوشت ولا جبت، ما عملتش اي حاجه خالص خالص. بص انا عارف انت اللي بيتفرجوا علينا هتلاقي تعليقات، هو هيبقى عامل لي فيها شيخ. انا اتمنى ابقى شيخ، هو مين ما يتمناش يبقى شيخ يعني؟ بس انا ما عملتش الفلوس دي، انا حاسس هي بتطير، وبتطير في حاجات غريبه، اقسم بالله زي ما بقول عشان لك. كده سبت الموضوع. اه انا من جوايا عايز اسيب، في حاجه كده مش مريحاني. زائد ان انا زوجتي ساعدتني، اتجوزت واحده قالت لي توكل على الله وسيب. على فكره زوجتي اللي اتعرفت عليها بعمل لابن عمها اغنيه، ابن اه عمها مشهور معروف ما نقوله وانت عادي. تعرف. طب ما نقول. هم بيطلعوا امتى بتاع، اه طارق طبعا الشريف. طارق الشريف دي اغنيه كاريكا طبعا، وعنتر هلال ده اعتقد احنا صح. لسه هنتكلم على تمام كاريكا تمام، لا عصام وطلع، كاريكا ده عايز له هنتكلم حلقتين ثلاثه. مصايب. فلما يعني قلت لها هسيب، قالت لي والله سيب. قلت لها بس تستحملي؟ مفيش. كنت باخد مصروف من حميد وانا كبير على فكره ومتجوز، ما بتكسفش، باخد مم. من مجدي ايوه فلوس في البدايه، اول ما سبت مجدي الشعبي. طبعا. آه هتكسف من ايه؟ انا عادي، ما انا سبت الفن بقى خلاص. حميد كبو طبعا عمال يقول لي ليه ما ارجع اعمل كذا. فانا الحمد لله رب العالمين مقرر خلاص. ربنا كرمني من عند الله بشخص فاتح قناه، هو مم. واتنين، قناه اسمها بدايه يعني، عادي اقول القناه يعني، طبعا قول كل حاجه. قناه بدايه. ربنا يكرمه يا رب، شخص فارق في حياتي يعني بامانه والله، للافضل طبعا يعني. قال لي طب تعالى احنا عندنا برنامج كويس، مسابقات واقعي، برنامج واقعي يعني، في قناة بداية، زد رصيدك يعني، مشهور مم. جدا في الخليج كان يعني. فرحت قلت له توكل على الله تعالى. قال لي تعالى هجربك مذيع. قلت له روح جربني مذيع. قال لي يلا تعالى الانتاج الاعلامي وهات بدله تجرب، ولو كده انزل جيب البدل التانية. وقلت له بدل؟ البدل اللي انا عندي البدل دي اقسم بالله ما فيش خالص، والله زي ما بقول لك. فرحت اجرب، قلت بسم الله توكلت على الله، انا سايب بقى حاجه لله، ايوه انا سايب الفن ايوه ده لله. صح. انا عارف ان في ناس هتتضايق، في ناس هيقولوا لي عادي. لا وانت وانت وجهات وانت، نظر وراء. وجهات نظر، واحترم من كل المعترض على اللي انا بقوله. فالمهم رحت وقفت قدام الكاميرا وقلت يا رب انا ما عنديش غير كده، والله العظيم وائل. دخلت عملت بروفا، قعدت معاهم 12 سنه ما شاء في الله. القناه دي، او 11 انا مش متذكر قوي انا يعني. فاكر كنا ما نلاقيش وليد نسال اه وليد فين، والله يا بينحت بره. تركيا بينحت بره. القناه يا في كل حته كانت يعني، بصراحه بامانه يعني، كل مره البرنامج واقعي ده بيقعد في حته. ربنا كرمني ولقيت ان المرتب الصغير البسيط اه احسن في بركه. من ال 30 اغنيه بالدولارات. مم. طب مم. امسك فيها ولا امسكش فيها؟ حلو. لقيت المرتب البسيط ده بروح ادفع مش عارف مقدم شقه، اللي هي الحجز مش عارف 5000 جنيه تحجز وقتها، اه والله. وبعدين تدفع مش عارف كل قد ايه. لقيت الدنيا ماشيه، لقيت الحياه في البيت مستقره. برضو في ناس هتعترض على كلامي، انا بقول من وجهه نظري، انا مش مستريح في شغلانه الفن وسبتها، والحمد لله رب العالمين. يعني وليد الشعبي اخو حميد الشاعري بيقول الفن حرام. ما بص انا مش لبستك انا. لا، ما انا اقول لك على آه. حاجه. انا مين انا عشان اقول لك حلال وحرام؟ ايوه هي حاجه انت ما في حاجه حبيتش انا تكمل. جوايا اقول لنفسي حرام، انما ما اقولكش انت حرام تعالى ولا بقى اقول عشان لحد حرام. قبل ما ال انا 13 زبون يسيبونا ويزهقوا مننا 14. ويمشوا. تعالى نلحق كده ايه نفكرهم. انا عايز اسالك سؤال والله يا وليد، انا قول بقالي سنين قوي ما قلتوش. قول ايه بقى؟ وليد انت فاكر ايه كل بقى دي ولا لا؟ انا جايلك لا أنا جايلك. لا. والله جايلك. وائل كان عامل برنامج اسمه تمانينات تسعينات، ما شاء الله جايب كل المطربين بتوع التمانينات التسعينات. فطبعا كان جاي هو عنده شغل، وائل يعني اكيد عارفينه ظابط يعني كان يعني. فالمهم جاي تعبان، وكان حلقه فنانه مشهوره جدا جدا يعني. فهو جاي من الشغل، دخل غير القميص حتى في الاستوديو الصغير، وراح داخل على المطرب، قعد. اول ما بدات هوا، اول ما بدات
بص لها، لا ايه بقى؟ قالت له ايه بقى؟ ايه بقى ايه؟ فين هو إيه؟ الطب؟ هتقول فين هنقول ايه؟ بيقول لها اللي انا محضر اه والله ولا انا ولا فاكر، حاجه وبعدين جاي خالص. من مود انا برضو اه حاجه والله، تانية اه والله، اه وشغل والله، والله من يومها جيش ايه بقى؟ وراجع. ها، ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه بقى؟ قالت له ايه بقى ايه؟ يعني المفروض انا اعمل ايه؟ قالت له. بس والله كانت ايام حلوه وائل والله. لا انا اللي عايز اساله لك بجد، انتوا اخوك ده خلى يعني كل الناس تغني، ده خلى محسن الشاعري يغني. طبعا يعني ده محسن غني. عايز حمزه ابني يغني. ف... اه والله. انت بتعمل ايه في حمزه؟ حمزه، لا حمزه انا رافض يغني، صوته حلو حمزه، بس انا رافض يغني يعني. خالص؟ خالص طبعا تماما يعني. يعني انت لكن هتخليه يعمل ايه؟ لكن الكابو يعني كلامه فوق راسي طبعا طبعا، طبعا واكيد يعني. طبعا لازم هيخليه يغني. لا برضو. كلامه فوق راسي كل حاجه يعني. حمزه مش هيغني بص. لا انا عايزك تحكي على لما كان هو يونس حمزه قاعد. حمزه ولا حمزه يونس؟ لا حمزه حمزه. مثلا يقعد مع الكابو مثلا يغني، فانا اجي اول ما والله اول العظيم ما وائل، يحس. اول ما يحس يبص كده، هو انا مش هعمل له رعب يعني، لكن انا بقول له حبيبي والله خليك يعني قول اناشيد دينيه. برضه تاني يا وائل، انا مش شيخ واللي هيكتب انت عامل لنا فيها الشيخ، لا، لكن انا عايز ولادي يبقى ملتزمين بس، عادي، الالتزام حمزه انت الطبيعي. عايزه يقرا قران ويغني؟ حمزه حافظ قران، ويونس حافظ اه، قران، واجزاء كتير الحمد لله ليه رب فيديو احنا العالمين. مره نزلناه حاجه في كده في فاكر؟ في اه. المهم حمزه اخش في اي حته يخلوه يغني. عند الحلاق نصط ده ولا اسمه ايه، مشهور جدا في الرحاب، فيخش يقعد يقولوا له غني، فيقوم واحد منهم يقول لي تعالى هو بس بيغني، تعالى وشوف ردة فعله. او ما انا داخل، اول ما ادخل هو بقى بيغني عادي، اول ما شفت وقال فرعون استغفر الله العظيم يا رب، قلت له يا ابني انت ايه، حرام يا ابني اللي انت بتقوله ده، والله حرام، ما تعملش كده، حتى لو شفتني يا تسكت يا خلاص، ما تلحمش دي في دي، حرام ما يعني. هو يعني ابن وليد هيعمل لا ايه يا وليد لا يعني؟ لا لا, لا الحمد والله لله، العظيم اطلعوا هيطلعوا احسن مننا مسخره. كلنا باذن الرحمن وليد يعني. انت عندك في عصابه قاعده في البيت. اه انا ما والله. اعرفش والله العظيم، يعني الله يكون في عون اه والله. زوجتك الله يكون في عوني منها. و... زوجتي. يعني في حاجات كده عايشه في حمزه، في يوسف، لا في يونس. يونس، في ده هود. في هود ده مشكله والله، مشكله. ما هو انت عايز تتكلم على بقول. الاسامي؟ لا لا، ما انا مش هتكلم على الاسامي بقى، ما خلاص، ما اه كل انا حاجه بانت بقى عارفك عايز ووضحت تتكلم على بقى، ما الاسامي خلاص بقى والله. كل حاجه وضحت بقى الحمد وامنه. لله. منها يعني طبعا، انا ما حلمت بس بالرسول عليه الصلاه والسلام والله. والله. مم. فسميت امنه، ما شاء الله. وبعد كده سمينا بقت يونس. عروسه. الحمد لله دكتوره بقى. الحمد ما شاء لله. الله. يونس بعد كده. مم. بعد كده سميت حمزه على اسم حمزه المحجوب صاحبي، ولد زي العسل واخلاق ليبي هو، فوالله سميته، قلت هسمي عليك لان انا نفسي ابني يطلع كده ما شاء الله. بالرقي ما شاء والاخلاق دي الله. يعني، فسميته حمزه. بعدين هود، لان يونس وهود صورتين ورا بعض في القران. مم. بعد كده عندي اخر واحده اخر يعني، حاجه اخر حاجه خالص. مسك. ما شاء الله، مسك فمسك، الختام بقى وليد اه كفايه مسك كده. الختام ان شاء الله، والله كل مره بنقول مسك الختام. خلاص بقى وليد. مسك الختام. يا عم نزود المشاهدين، بدل ما يبقوا 13 يبقوا طب 14. انا عايز بس اقول لك على حاجه. اتفضل. انت عملت كميه مقالب والله للاسف والله، في البني ادمين الطبيعيين اللي وضريت ماشيين في ناس الشارع. والله، والله ضريت ناس بامانه. اه والله انا في العظيم. واحد ضريته وخليته يتضرب والله العظيم، خلي بالك، فنانين، بس مش والله ما هقول ولا اسم، طيب بلاش. والله ما هقول ولا اسم بامانه. ماشي، مش انا هنقول في مش فنان هنقول. دخلته اوتيل اه. وانا كلمته يعني، بكلمه بقول له انا هو يا عم خلاص بقى. لا لا، احكي بس احكي والله والله، احكي. محدش شايفنا عادي، واحنا اللي ايام بيتفرج علينا. الشباب يعني، عارف، كان ترفع صوتك وتقلد صوت بنت وبتاع، في بتمشي عليهم يعني، فاهم. ف بس كلهم مشيت عليكم. كلهم مش تعليم والله. انا الحب الاول في حياه ناس كتير قوي على فكره، والله كانوا يقعدوا يكتبوا حرفي، انا منى في كل الحالات منى، والله منى في كل الاحوال، هي تحب فلان منى، تحب الشاعر فلان منى، تحب الملحن فلان على منى، والله. ف يعني وصلت لمرحله ان انا قلت له اهو انا قاعده
انا شفت، انا بصيت لقيت في واحده قاعده لابسه اصفر ومعاها واحد، قلت له انا لابسه اصفر ومعايا واحد، تعالى سلم عليا بس وانا هقول له انك انت ايه، نعرف بعض بقالنا كتير. طيب حالا انا هو جاي. فنان ومشهور. هو مشهور جدا. وهم داخل والسكيورتي بيتصوروا معاه والدنيا بيتصوروا، راح داخل على الست دي والله حظ امه ولا ليا في الفن ولا تعرفه. جاي داخل والله العظيم. بس انا والله طلبت منه طلب بصراحه بامانه، يعني انا قلت له والله يسلم عليا بس خدني يعني بوسني عشان الراجل يعرف. والله العظيم. فهو داخل يا عيني بكل عشم، راح الراجل ضربه في كتفه. راح قال له يا ابني ايه، ما هي اتصلت بيا. قال له مين اتصلت بيك؟ خد بقى عندك مين اتصلت؟ قال له والله اتصلت بيا. قال له ما دي اتصلت بيك، انت اتصلت بيه، انت تعرفيه. يا بس نهار حصل اسود. بقى. والله. ف ربنا ستر اليوم ده والله طب انت فاكر لما عملت مقلب في ابو المقالب في رامز جلال؟ لا استاذ رامز ده طبعا دلوقتي رامز، يعني لما نقول اسمه النجاح كله كنت في بامانه. البرنامج، كنت بتقدم برنامج اسمه وهو كان فاكر من من 10 10 وانت وانت طالع، طالع. وهو انت جبت كل نجوم مصر والوطن العربي، مش مصر بس، والوطن. احنا ما فيش حد ما تصورناش معاه الحمد وليد، لله انا ما فيش الحمد لله حد. صح. كان احنا كل يوم. البرنامج ده عشان نتصور مع ده الفنانين. كانت شغلانه، متصور مره مع هيفا ومره نانسي والله. ومره تامر حسني، واحنا طبعا لسه يا جماعه ده احنا في 2008 و9 يعني. الناس جميله وكويسين والله لقينا لك محترمين. الاستاذ وليد قال انا النهارده عندي رامز جلال. طب وبعدين؟ انت اللي دخلت قدمت في البدايه لو انت اه فاكر. انا داخل قال ايه، انا اللي هقدم الحلقه بتاعت رامز جلال من ساعه ما دخل هو مقتنع ان كل الموضوع مقلب. مقلب، وان وليد مقلب، وان الناس اللي بتسلم عليه لابسه ماسكات وهم دول مش هم، هو احنا كلنا مقال. طول ما هو قاعد ها المقلب فين، المقلب فين، المقلب. يا عم احنا اتكلمت يوم بنتكلم بنعمل الحلقه ولسه بنقدم رامز، وقام الاستاذ وليد تليفون. متكلم في التليفون انه احدثت بنت انا محجبه. اتكلمت كانه مثلا هو يعني مش مين يا وائل اللي معاك ده، والحلقه دي مين ده اللي ما اعرفوش، حاجات كده يعني. كان مشهور طبعا، هو طول عمره ده مشهور كان رامز. مشهور، وايه كان بيبتدى يعمل طبعا البرامج ما شاء بتاعته. الله ما شاء وهو بقى الله. مصمم انه لا لازم قول لي ده مقلب، ها طيب ماشي، ايوه انت ما تعرفينيش، مقلب صح مقلب، هو مقتنع مقتنع. تحيه ليه قلت طبعا، له يا وليد هو من انجح الشخصيات تخيل اللي يا وليد انت الوحيد اللي عملت مقلب في رامز جلال. والله. هو عمل في الدنيا كلها مقالب. مين بقى تاني؟ تعالى انا لا لا فاكر. لا لا خلاص. طب خلاص بلاش هي ما نقول عشان فيش. اصلها فضايح يا هي جماعه، ودي خلاص لا والله، ودي. لا لا. رامز مش مقلب، يعني موقف طب احكي لذيذ لكم يعني. على وليد. الاستاذ حميد الشاعري طول عمره عنده حاجه اسمها شقه البروفات يا نهار ابيض في على شقه الدقي، بروفات. شارع مصدق. دي انا عايز اقول لكم دي يعني بكور اللي ما دخلش الاوضه دي، اللي ما دخلش الشقه دي ما بقاش نجم في الوطن فوق العربي. تويز بتاع اللعب. اللي ما دخلهاش اللي يدخل عادي خالص يخرج منها نجم بكل طب انا اقول الناس. لك على حاجه بقى بخصوص الشقه دي والله العظيم. بس شوفوا بقى الاستاذ الشقه بيعمل دي ايه. انا ايه، انا بنام فيها يعني جزء للنوم ما كده هي كان فيها اوضه نوم جوه. اوضتين نوم وحمام ومطبخ بيتعمل فيه المبكبكه بالليل وكل حاجه. ف يعني اطلع انا صاحي من النوم، يعني انا صاحي من النوم، فطبيعي انك بتنام بشورت مثلا وحر قلع من فوق مثلا، طبيعي يعني فاهم. فانا اطلع من الاوضه، انا بقى سكوت في صمت بره يعني ما فيش، فهم عشان بيلبسوا فهم بيسمعوا فصمت بره. فانا اقوم فاتح الباب كده وطالع بالشورت صاحي من النوم بقى كده، الاقي بقى اخبط في المطربات، مطربين مشهورين جدا في الوطن العربي. ابص انا الصدمه تخليني افضل واقف كده. فحميد كان بيقول لهم مش حمام السباحه جوه، عامل لهم حمام سباحه جوه. فانا ما فيش والله. وكان معايا حد تاني كمان نفس حسن حسن الحاسي طبعا. فنفس القصه، نطلع بنفس اليوم وكل يوم نفس الطريقه. ما انت صاحي من النوم عندك 3 دقائق كده، انت مش حاسس انت داخل فين ورايح فين وجاي منين، فعندك عشم والله تخبط بقى في مين. اسامي بلاش اصل اقولها. الشقه دي انتوا برضه عشان تفهموها، هي حميد عنده استوديو صغير كده على جنب، والباقي هو عباره عن الاعاشه بتاعت فنانين بشر كلهم. مصر كلها والله قاعده، والله. وعادي ويخش ويقعد ويدخل ويبات ومعاه المفتاح لا وعادي ما فيش اي الكب مشكله. وائل بيته مفتوح طول طول عمره. عمره طول والله عمره طول عمره. طول عمره يعني طول انا عمره. مره اركبه في الفيلا بتاعت الهرم. اه تمام. كان ايام الوقف بتاعه يعني. انا فاكر لغايه دلوقتي والله لغايه دلوقتي فاكر.
كان في زحمه جدا، واللي بيلعب كوره واللي بيعمل هنا بياكل الناس إيه. عايشه حياتها. عايشين حياتهم وايه، فنانين كبار كبار. اه والله العظيم. انا قاعد فبصيت لقيت واحد داخل، والله ما اعرفه، بس هو اكيد بقى من الموجودين، اقسم بالله زي واخد التلفزيون وطالع. قلت واخد التلفزيون وطالع، أنا قلت يمكن حميد بعته. اه والله انا اصل جزئين الفيلا، وعنده ثقه جامده جدا، وشايل التلفزيون كبير كده وطالع. فقلت والله انا طالع كده، قلت له كابو انت بعت واحد ياخد تلفزيون؟ قال لي مين اللي بعت؟ انا هبعت واحد ياخد التلفزيون. قلت له امال مين ده؟ قال لي مين؟ حرام دخل. اه والله دخل سرق التلفزيون ومشي، اقسم بالله من كتر ما حميد فتح بيته لاي حد لا ده انا والله. اقول لك بقى على سر كمان. بس ساب الدش. كابو الكفر البيت عنده الباب ما بيقفلش. لا انا مش خالص. ببالغ والله، مش بقول ان هو الباب لا الباب فعلا ما بيقفلش. ايوه مفتوح على طول يعني هو والله مفتوح، لحد فانت دلوقتي. قاعد تبص تلاقي حد من غير ما اه يخبط والله. بيزق الباب وداخل قاعد معانا. والكابو عامل بالقصد انك لما تفتح الباب فيه تزييقه كده. ايوه زي مين بس على طول اول ما مين الكابو هو يقول مين. ربنا يكرمه يا رب تعالى ويعطيه نفتكر العمر. مقلب دوت كوم. استاذ اشرف عبد الباقي الباقي طبعا استاذنا كبير. فجأة يا جماعة وليد ده فجأة بقى عامل المقالب اللي بيعملها الهزار دي، فجأة تحولت إلى برنامج، وبرنامج مسمع، برنامج الحمد جامد. لله. هو طبعا كان معايا ناس قول لنا جامده جدا الكواليس طبعا. بتاعته. حماده بركات ده قنبله، اوديت، ناس كتير طبعا. استاذ محمد جمعه كان اخراجه، وبعد كنت كده انت اللي ممثل. بتألف لا المقالب؟ استاذ محمد الصفتي اه بيألف. اللي كان جايبني استاذ محمود شميس، ربنا يكرمه يا رب، الله وحشني يديه جدا والله. الصحة. آه، نجم ده ده صانع نجوم. اه ممكن ما مش معروف قوي كصانع نجوم، لكن لا هو صانع نجوم مدير صح. انتاج هو او بس منتج صانع دلوقتي نجوم، لا النهارده. انا بقول لك على حاجه، ده صانع نجوم. ما شاء ده الله. كان كنت الاقي عنده في المكتب والله ناس دلوقتي نمره واحد، اه ويقول لي افتكر دول هيبقوا ايه. كان هو استاذ زكي عبد الحميد. انت لما رحت الاشرف عبد الباقي رحت خلاص انت بتعمل البرنامج، بتعمله البرنامج متحول جزئين. ايوه صح كده. انت جزء بتعمل مش انا المقلب. لوحدي طبعا، انا اه انت وناس. والكرو اللي معاك، وبعد انا اللي كده معاهم يعني، يطلعوا. هم اشهر مني واحسن مني. هتقعد انا اللي معاهم تتواضع. والله. ماشي. والجزء الثاني في الاستوديو مع استاذ اشرف يعني. ايوه. ايه بقى المقلب اللي كان انت خلاص انتوا مش عارفين تمسكوا نفسكم من الضحك؟ لا اصل في مقالب احنا مش عارفين نسيطر وخلاص. اه والله. ونقعد نقول والله العظيم مقلب، والله العظيم مقلب، انا مش فاكر ايه، بس ده في حلقه القرش دي، وفي حلقه لا ده في حلقات كتير جدا. لا انا فاكر الحلقه اللي هي كان واحد مع صاحبته تقريبا اه وداخل يعمل البتاع الهارد وبيتضرب. ديسك. اه وبيتضرب ومصمم ان هو اللي هيضربهم وهم واقفين اه حيطان والله جنبه. قال لا استني بس انا هروح. فرحت جايب واحد من الكباتن، طبعا جايبين كباتن ما شاء الله تبارك الله. صوته بدا يوطى قدامها، قلت له صوتك وطي شويه. والله انا لا انا ايه مش عارف ايه ولا اعرف ايه. ومره واحده كل شويه يطلع له واحد، بدا بقى صوته راح في الاخر قال لا انت متاكده انه بايظ؟ اه والله انت متاكده ان الهارد ديسك ده بايظ؟ ما انا بتكلم مع الراجل اهو. طب الفلوس يا استاذ او هارد استاذ فين الدخله بتاعت عافيه اهو؟ مش قلت لي عافيه؟ ما قالش انا قلت عافيه؟ عافيه؟ ما انت ما قلتش عافيه؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، انا مش دخلت قلت لك مساء الخير وعايزين نغير الهارد وقلت لي لو سمحت حضرتك ممكن، صح؟ ايوه حصل. حصل؟ ما قلتليش انا عافيه. كداب تاني؟ انت كداب جدا لا جدا. بقول لك ايه، والله بقول لك إيه، العظيم غلط مش عاوز، كداب. غلط مش عاوز بعد اذن. طب ممكن نبدل الهارد بس ونخلص الموضوع ده على خير. مفيش تبديل. هو بايظ بايظ ها. لا انت لما قلت لك عافيه قلت لي ليه قلت لي مش عرفني ما هيحصل كده يا سيدي. والله العظيم مد ايد تاني. لا بقول لك ايه، بقول لك سيبك من الحسبه بتاعتك دي دلوقتي، انا بتكلم كلمه اخيره. مفيش هاردات؟ طب اخد الفلوس. مفيش فلوس. يعني ولا فلوس ولا هاردات. طيب يلا بينا اهو. يلا فين؟ يلا فين؟ يلا فين ايه؟ انت يا ابني انت اتجنيت عايز تمشي؟ انا هرجع لكم تاني اهو. ارجع لنا ارجع لنا ارجع لنا ارجع لنا. يلا وحشتني كتفك وحشني. انا هبقى هنا ان شاء الله امشي يلا يلا يلا.
قال لها شوفي بقى حلين. بس كانت حلقات حلوه والله، وايام حلوه قوي والله بامانه يعني. احلى ايام كانت زمان. مم. و... طبعا. واحلى ايام كانت رحاب اف ام. كانت يا وليد ايام حلوه قوي. وائل انت قلت احلى ايام زمان، اه صح يا وائل؟ احنا بنتكلم على جيلنا مثلا. ايوه، طبعا انا اصغر منك بكتير، اللي انت هم عندهم كبير. 20 سنه النهارده. انت كبير، انا أيوة. اصغر منك أيوة. بكتير. انا 25 وانت ماشي. انا 24 ونص. احنا على ما احنا شحطه. ده بنتوا على يا وش عم جواز يا الله جماعه. اكبر، احنا ما شاء الله. ننهي الحلقه بقى، الله اكبر. شكرا لمشاهدينا الكرام. انت عارف احنا استمتعنا بكل حاجه. ايوه صح صح بسطنا. استمتعنا بقرايب، ايوه باصحاب، باماكن، باعياد، برمضان، بمناسبات. صح. احنا حتى لحظاتنا الحزينه بنفتكرها واحنا مبتسمين دلوقتي. والله ده حقيقي، ولينا ذكريات، ولينا طبعا ذكريات حلوه قوي. طبعا. للاسف الاجيال القادمه دي صعب. انا بعتبر ان هم ما طب لهمش ليه ذكريات. ليه يا وائل؟ اقول لك انا ليه، قول ولا عندك قول. وجهه نظر؟ ها قول. ان احنا زمان اماكننا محدوده. في الصيف عجمي، معموره، منتزه، تمام. مراقيه دي لما عملوها يعني، صح. فاهم؟ فانت الثلاث اماكن، فطبيعي انك هتروح كتير هنا وكتير هنا وكتير هنا، فعملت ذكريات. انما دلوقتي انت عشان تروح هتروح 60,000 مكان، وبرضه مش ومش مع انت هتعمل ذكريات فين؟ فانت عندك النهارده هنا، بكره هنا، بعد بكره هنا، ذكرياتك فين؟ كل يوم انت في حته وانا عايز اروح للفلان. يعني طبعا. انا موجود في حته، يوم وليد يكلم تعالى في الحته الفلانيه، ده تعالى في الحته احنا الفلانيه. وائل، مفيش. احنا كنا الثلاثه بناخدهم في يوم واحد. ايوه ايوه. المعموره احنا شفنا ايام والمنتزه حلوه. والعجمي، الثلاثه في يوم واحد. احنا مش مقصود بيها ان هو الزمن كان احسن، لا، بس كانت اهدى. الدنيا اهدى جدا. الحاجه بتتسيطر عليها. النهارده انا ممكن اجيب احدث موبايل وانا مش مبسوط، صح. لانه انا برضو عايز لسه، وبكره هينزل غيره وبعده، انا ما احنا بلحقش. فرحتنا بالانسر ماشين احسن من فرحه عيالنا بالايفون الجديد دلوقتي. ايوه احنا الانسر صح ماشين كنا نرجع صح. البيت عشان اول نشوف حاجه، مين اول حاجه كلمنا، مين افتحها كده. عبرنا، كلمتني ما كلمتنيش. صح صح. والله. والله كنا نحط مظبوط. الاغنيه دي اللي وانت بترد. طب حاجه غريبه جدا ان احنا كنا من غير موبايلات، وكنا بنعرف نتقابل وندي مواعيد لبعض. عارفين انا عارف يعني هو الساعه فين. 7 هنروح الساعه كذا، وانا عارف ان انت في الحته الفلانيه. اسكندريه كلها بتبقى في عايده يوم خلاص. الجمعه. ايوه بس يوم خلاص. مش عارف ايه، كله عارف هو فين. خلاص معروف. دلوقتي والله. خلاص، حتى بالموبايلات احنا بنهرب من بعض. فعلا بيهربوا من بعض والله. فعلا. طب اصل انا فعلا. جاي لك في السكه، طب انا مش عارف ايه. صح والله. طب عندك احنا حق قلبناها والله. جد. قلبناها جد. طب ما تيجي تعالى نفتكر حاجه تانية. يلا. بقول لك ايه، كنت اكسر لك احنا حاجزينهم. انت متعشم قوي واقف في الحلقه دي، اقسم بالله متعشم قوي. لا على فكره انا عامل حساب في 4 جديد. 4 جداد والله. 13 في 4 وفيهم 5 اولادي واصحابهم بقى. او مريم وجانا اصحاب امنه. طيب انا عندي ادم برضو، ايمن اهو. بص ورا الكواليس الاستاذ ايمن الباقي بقى والأستاذ يخش آدم. بقى يقول لك ده عامل فيها شيخ. لو سمحتوا يا جماعه والنبي، عشان خاطر الاستاذ لم أيوة. علينا عبيدك يا رب. والله. والنبي يا رب ما تكسفنا قدامه. النبي يا رب عايزين ربنا 20 يوفقك. واحد. والله ربنا يوفقك. انت مجتهد جدا ما شاء الله تبارك الله الله. يخليك يا ويلي. كل مره عندك الجديد، والله العظيم كل مره عندك الحمد الجديد. لله. فربنا يسامحنا على الكذب وربنا يبارك لك. طب يا جماعه انا لازم انهي الحلقه دي فورا. فين البتاع؟ وريله. هات احافظ على الحبه اللي فاضيين. هات قبل ما يا تنسى. جماعه احنا بقالنا حلقتين والله العظيم انهي بنبني في تاريخ دلوقتي. انهي. بص ماسك مش عارف ايه وجايب السبوره بتاعت العيال ويشغلني بقى. انا همشي بدي. ماشي يلا. ومش بودكاست وانا انا همشي بدي وبيقرا. يلا. طيب يلا. مش بودكاست ولا بنقلد حد، مش بودكاست ولا واخدينها بجد. قاعدين بنونس بعض. يلا سلام.